عمرك تخيلت تبقى راكب أتوبيس ماشي على الأرض وفجأة تلاقيه نزل بيك في قلب النيل ومن غير ما يغرق؟ يا جماعة، وزارة النقل داخلة على 2025 بخطة جديدة خالص. أول مرة في مصر نشوف أتوبيس بيتمشى في الشارع وبعدين ينزل يعوم في المية كأنه عادي جدا، حاجة شبه اللي بنشوفها في بلاد بره، بس المرة دي على أرض الكنانة. وبيقولك كمان إن تشغيله هيبدأ رسمي في أول أسبوع من ديسمبر 2025. والأحلى، الأسبوع الأول مجاني لكل الناس. أيوة، لكل الناس، مفيش استثناء. الفكرة إن الوزارة بتحاول تغير شكل السياحة في مصر وتخلي الزائر يعيش تجربة مختلفة من أول ما يركب. وده مش كلام سوشيال، ده تجهيز فعلي على أعلى مستوى. الأتوبيس الجديد ده معمول مخصوص عشان يعمل رحلة ساعة ونص تقريبا، نصها في البر ونصها في المية، في تجربة عمرك ما هتنساها سواء كنت مصري ولا سائح جاي يتفسح ويصور كل حاجة. وبيبدأ أول مشاويره من المتحف المصري الكبير لحد متحف الحضارة، يعني رحلة من قلب التاريخ الفرعوني لحد الحضارة المصرية الحديثة. كل ده وانت قاعد على كرسيك بتتفرج والسواق واخدك شمال ويمين. 20 دقيقة في أول الرحلة ماشي على الأرض، وبعدها الأتوبيس ينزل في المية ويمشي كأنه مركب، وقبل ما ينتهي يرجع تاني 20 دقيقة على البر لحد محطة النزول. نيجي بقى للساعة. الأتوبيس بياخد 43 راكب، يعني لا زحمة ولا خنقة، وكل كرسي فيه لايف جاكيت مخصوص. كمان في مدخل رئيسي واتنين مخارج طوارئ، يعني الأمان واخد وضعه آخر حاجة. وده غير إن السواقين نفسهم اتدربوا تدريب جديد ومختلف، وخدوا رخصة معتمدة من هيئة النقل النهري عشان يكونوا جاهزين للشغل بنفس الكفاءة. تعال بقى للأسعار. المصريين التذكرة هتبدأ من 100 جنيه وتوصل بحد أقصى 200 جنيه حسب نوع الرحلة والوقت. والأجانب السعر هيكون ما بين 15 ل 25 دولار. ولسه في كلام عن تخفيضات لعدد من الفئات، لكن لحد دلوقتي التفاصيل مش معلنة. المهم إن في نية لتسهيل الموضوع على الناس. الأتوبيسات كمان مش نسخة واحدة وخلاص، لأ، في أتوبيس مخصوص للشتاء بسقف مقفول يحمي من الهواء والبرد، وفي واحد للصيف سقفه مفتوح يخليك تستمتع بالشمس والهواء وانت بتعدي من المتحف لحد الحضارة وتصور كل مشهد حواليك. وخليني أقولك، مصر لما تحب تعمل حاجة سياحية مظبوطة بتعملها صح، وده باين من شكل التجربة اللي الوزارة شغالة عليها. وسائل نقل جديدة، أفكار مختلفة، وتطوير في أسلوب الزيارات السياحية. بدل ما تبقى الرحلة مجرد عربية تنقلك من مكان لمكان، لأ، تبقى رحلة كاملة فيها متعة وتغيير وتجربة مش معتادة. والأهم إن تشغيله الأول أسبوع مجانا، ودي خطوة ذكية جدا هتخلي الناس تجري عليه وتجربه وتنقل تجربتها. ختاما، احنا داخلين على سنة شكلها مليان مشاريع جديدة. ختاما احنا داخلين على سنة شكلها مليان مشاريع جديدة وتغيير كبير في شكل السياحة والنقل. والأتوبيس ده بداية حلوة وبيفتح الباب لقدام، ومن الآخر مصر بتقول للعالم احنا هنا وبنطور وهتشوفوا أكتر.